السلام عليكم. الحياة بصورة عامة عند كل إنسان، إذا كان هذا الإنسان مسؤول عن بيت أو مستشفى أو مدرسة أو دولة، يبديها مثل الدرج، يبني باية باية بما يسمى التطور. عندنا بالعراق للأسف الشديد الدرج متكون من باية واحدة غير قابل للتطور، وقضينا حياتنا على هالباية، ننزل ما نصعد. حبايب قلبي، رجعت وياكم حلقة جديدة من برنامج هموم عراقية، حالة جديدة، حالة امرأة عراقية، امرأة مناضلة، امرأة شريفة تستحق نخليها تاج على راسنا، مو نشمرها بالشارع. يكفي انه هويتها تقرأ عراقية. هالمرة هاي انطردت من بيتها من قبل رجلها واولاد رجلها، التجت للشارع لان ما عندها احد تروح له، بنت لها غرفة من السكراب، تقريبا العرض مالته مترتين بمتر والارتفاع مالته متر. المشكلة انه عايشة بمركز المدينة بنص بغداد، يعني على شارع عام. من انواع البشر يفوتون، المسؤولين وغير المسؤولين 24 ساعة، ويسد الطريق، افتح طريق. معقولة يعني ما حد ما شافها، ما حد ما انتبه لها، ما حد ما قالت عينت يا بنت الناس ايش عندك، يعني مرة صغيرة. لا، والنقطة الثانية انه استغلوا بهاي الغرفة للاعلانات. خليني اشوفكم المقطع اللي صورته عن هاي المرة وراجع وياكم ان شاء الله. شفتوا يعني المقطع المؤلم والحزين؟ ليش يعني الى متى الفقير يبقى مهان ومدوس على كرامته؟ الى متى؟ وين العداله؟ وين الانسانيه؟ وين اللي يقول انا ويا الفقراء؟ الحمد لله على كل حال. حبايب قلبي، اتمنى من الناس الطيبه صاحبين الغيره اللي يقدر يساعد هالمره خليه يساعدها. صدقوني مو شيء صعب، بس عند الله شيء كبير، واللي يريد عنوانها انا انطيها. وان شاء الله اشوفكم في الحلقات الجايه وحاله جديده من هموم عراقيه. اشوفكم بخير، في امان الله.